مرحبا صبايا، بدي أعمل سباجيري مع الخضار والتشيكن. تختلف عن التشيكن سكامبي والبيكادا. بس هاي هون تريك، بدي أفرجيكم هون تريك إنه قبل ما أسلق المعكرونة فبحط من البيزل بيست، بحط منها شوي تعطيها طعم كتير طيبة، وبحط يعني لو يعني رشة ملح ورشة زيت زيتون. وبعد هيك بنزل السباجيري وبسلقها يعني 7 8 دقايق، وبعد هيك بشيلها. هلا انا حطيت المعكرونه، حطيتها انها تنسلق، بخليها شوي شوي وبعدين لحالها بصير تنزل. في هذا الوقت بقطع الخضار اللي هي الجزر والفلفل الالوان، خضراء حمراء صفراء اورنج زي ما بدك، وبصل وكمان توم. هلا رح اقطعهم، وكمان رح اقطع التشيكن مثل سلايس صغيره. وهلا بدي استخدم المشروم اساسا ما بينغسل، بس ممكن انه يا بيتقشر وبينمسح بالنابكن، وممكن كمان، بس انا بحب ارش دائما عليه شويه فينيجر يو نو وبمسحه بالنابكن مثل هيك. بمسحه وبعدها بقطعه، يعني مثل هيك لازم امسحه كلياته هيك وبقطعه. هلا بدي اقلب التشيكن على الغاز. حطيت معلقتين كبار زبده بما يعادل 20 جرام، وحطيت عليهم كمان معلقتين زيت زيتون، وبدي احط التشيكن. بس قبل بدي احط البهارات. هلا انتم بتتذكروا انا حكيت لكم انه دائما انا بخلط البهارات مع بعض وبحطهم بكيس زبلك، شو بسموها، بعلبه. وبعد هيك باخذ من كل البهارات المخلطة، باخذ معلقة مثلا وبضيفها للطبخة. فحطيت زنجبيل، نص معلقة صغيرة زنجبيل، وحطيت بهارات الثوم الباودر والبصل الباودر، وحطيت كمان بهارات الإيطاليان سيزنينج وزعتر. راح أحط زعتر أخضر، وحطيت من البهارات اسمها داش كتير طيبة كمان. وحكينا توم وبصل باودر، وكمان راح احط من الادوبو مع بعض كله هذا، وراح ازيد بس كركم. ومن هذا الخليط كلياته راح اخذ معلقه، وطبعا ملح وفلفل اكيد يعني راح اخذ معلقه. وانا بحب دائما دائما اني احط البهارات، دائما البهارات المطحونه بحطها اول شيء هيك، خليها تتقلب مع بعض عشان تعطي طعم اطيب، تعطي طعم اطيب لما تكون متقلبه مثل هيك. بعد هيك بضيف التشيكن، هلا بقلبهم مزبوط، خليها تنزل ميتهم. وحطيت كمان بابريكا، وراح احط كمان هات صوص اللي هو يا اما سراتشا يا اما ريد هات، اي اشي، بس راح احط شوي عشان صغار. راح احطه بديل الفلفل الاسود لانه بديش احط كتير سبايسي. تقدروا تحطوا كمان الصوص هو نفس الصوص السائل. راح اضلني اقلب فيهم على العالي لحتى تنزل ميتهم، وبعد هيك بشيله وببلش بالخضار. وراح احط كمان لو معلقه بس من الصويا صوص للصوديوم، يعني ما فيها كتير صوديوم. بالعادة أنا يعني ما بملح التشيكن من أولها، دايما يعني قبل ما أطفي عليه بملح، لأني بستخدم كمان أدوبو، بستخدم يعني مرات بستخدم كمان بهار بيكون مملح، فأنا ما بملح من أول ما أحط التشيكن. صبايا لو تشموا الريحة وتذوقوا الطعمة والله العظيم رح تدعوا لي عليها. فيها طعمات بتجنن، فيها نكهات عن جد بتسطل يعني to be honest.
هلا شفتي هذا التأمير هذا بيعطيها طعم كثير طيبة، يعني بيخليها طعم مركز فيها. هلا صبايا بدي اعمل الخضار. راح احط معلقتين كبار او 3 للخضار زيت زيتون، وراح احط اول شي البصل. احط بصله، اللي بيحب البصل يكتر يعني حسب انتو يعني قد ايه حاطين دجاج. فهلا حطيت بصل بقلبه منيح، كله على العالي. حط شوية ملح عليه بس ليدبلوا يعني، بس شوي. أنا بستخدم الهيمالايا. بعديها بحط الثوم، معلقتين ثوم أو مثلا 4-5 أسنان ثوم، بقلبه كمان مع بعض عشان الثوم ما له روح يعني بسرعة ممكن إنه ياخد لون أو إنه ينحرق. فراح أحط بعديها على طول الجزر، الأشياء اللي بدها وقت شوي لتستوي، مش تستوي يعني إنه يصير فيها نوعا ما إنها مستوية، بس لازم يضل في قرشة يعني. أوكي هلأ بقلبه عشان هو هذا رح ياخد الوقت شوي. جزر نسيت أقول شو هو، شفتوا انتوا يعني إنه جزر، بحط يعني لو نص كوب جزر. وبعدها بحط المشروم. وهلا راح احط من نفس البهار اللي استخدمته، عشان هيك انا بقول لكم انا بخلط البهار فبيضل عندي خلص. هلا جاهز، انا حطيت منه على التشيكن. وهلا عشان يكون طعمة المشروم كتير طيبة برجع بحط كمان من البهار على المشروم والخضار. حطيت شوي لايك حرقت ايدي انا. هلا راح احط الفلفل الالوان والفلفل الخضراء مع بعض واقلبهم. انا اضطريت اخفف الغاز لانه تليفوني حمي كتير، لانه كنت حاطته على العالي، واضطريت هلا استنى عبين ما ابرد التليفون. المهم هلا اطيب اشي مع الخضار حاطين احنا صويا صوص. هلا البلسمك فينيجر كتير طيب معها، ما بنحطش كتير لانه اوريدي احنا حاطين. هلا بدي احط من الاوريجانو الاخضر، زعتر اخضر، وال يعني كل شيء اخضر، مثلا اللي هو الروزماري. حطيت كمان من التايمز، وراح احط كمان برضو لو كاسة كبيرة يعني من الملفوف. ملفوف ما بده كتير يعني بسرعة راح يعني راح يستوي وراح يتدبل. هلا دقته فحطيت كمان شوي يعني بحدود معلقة كبيرة من البلسمك فينيجر، لأنه بيتحمل، لأنه مو مالح طلع. وما بستغنى دايما ما بستغنى بهذه الأطباق عن الكيبرز، دايما بيعطيها طعم كتير طيبة وحادقة. وبقلب، أنا مخففة عنه النار لأني ما بدي الخضرة إنها تصير كتير مستوية، بدي يكون فيها لسه فيها قرشة. هلا لو بتحبوه شوي سبايسي بتحطوا شوية هوت صوص أو سريراتشا، كمان بيعطيها طعم كتير طيبة مع الخضار. بعد هيك خلص راح أحط التشيكن. هذه التأميرة اللي أنا بحكي عنها، مثل هيك يكون مأمر كتير طيب. راح أقلبهم مع بعض، وبعدها كمان شوي بس خليهم دقيقتين يتقلبوا مع بعض، ياخدوا طعمة بعض والنكهات.
وبعدها راح أضيف كاسة من مية سلق المعكرونة. تتذكروا شو حطينا فيها إحنا، كمان راح يعطيها طعم كتير طيبة وغنية، يعني راح تتركز الطعمات والنكهات. هلأ راح أضيف كوب من مية سلق المعكرونة، أخليها تغلى تطبخ مع بعضها شوي هيك دقيقتين 3، وبعدها راح أضيف المعكرونة وأزين بالبصل الأخضر، ممكن بقدونس اللي بتحبوه. وهلأ ضفت المعكرونة، هلأ بقلبهم مع بعض وذاتس ات. ولما بدي أجي أزين راح أزين بالبصل الأخضر as you like، يعني زي ما بتحبوا تزينوا. شوفوا صبايا كيف أحلاها، بتجنن، فيها الصوص خفيف. هلا راح تاخذ كل شيء، راح تاخذ كل الصوص، طعمات بتجنن، نكهتها كتير طيبة. لو حطيتوا فيها كمان كورن كمان كتير زاكية بتطلع معها، يعني بتلبق لها. طيبة كتير. بدكم تزيدوا هاد الصوص برضو كمان تقدروا تزيدوا. هلا راح أزين البصل الأخضر، راح أخلي شوي للصحن لما أقدمها بالصحن. وجهزت تمام التمام.